ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى اوريكم انا بغزن الفاصوليا البيضاء او اللوبيا ازاي. تغزنيها وتبقى سهلة عليكي جدا. انا دلوقتي غليت مية على النار، هفضي فيها اللوبيا، ولا غسلتها ولا اي حاجة. انت عايزة تغسليها وتشطفيها، اعملي اللي انت عايزاه. انا بعد كده هغسلها بعد ما احطها في المية المغلية ديت. هحطها في المية المغلية وهقفل على النار. اديني هوريكي دلوقتي وانا بقفل النار خلاص. انا ما سلقتهاش خالص، انا حطيتها في المية المغلية. بصي انت خدتي بالك ان انا حتى ما سلقتهاش. وبعد كده هغطيها وبيتها لتاني يوم، يعني عملتها بالليل وبيتها لتاني يوم. وخدتها في مصفى وتحتيها طبق، وبدأت انزل عليها مية من الحنفية. قعدت اشطف فيها مية سايرة، قعدت اشطف فيها لحد ما بقت زي القشطة معايا. وبعد كده هبدأ اكيسها كده، هو بقى ولا مهرية ولا مثلا اتكيتي عليها في السليق ولا اي حاجه خالص. فعايزه اقول لكم دي اسهل طريقه لللوبيا او الفاصوليا البيضاء. طبعا الفاصوليا البيضاء بصراحه احنا ما بنحبهاش، فانا ما بعملهاش. بس بنحب اللوبيا، بعملها بقى بكفته اللي هي الرز ديت. بعملها بكفته رز، بعملها مع لحمه، بعملها هي لوحدها. فبتبقى بصراحه يا دوبك بينزل الكيس على الصلصه على طول، وتحطيه بقى في الفريزر. عايزه اقول لك اسهل طريقه ممكن تعمليها. انا في ناس كثيره دقت عندها اللوبيا ديت، كانت بحس ان هي مهريه، يعني لدرجة القشر بتاع اللوبيا بحس ان هو عايم على الصلصة. فلا بصراحة، ولا تسلقيها بقى ولا اي حاجة. دي اسهل طريقة ممكن تعمليها. معلش البرد مدمرنا، ربنا يرحمنا يومين ويعدوا بمكروبهم بقرفهم بصراحة. اللي مش عارفة الناس اللي بتحب الشتا دي بتحبها على ايه؟ على عياها، يعني الواحد يقعد يودي دكتور ويجيب عيل يعني. ولا بتعرفي تنزلي ولا بتطلعي، ومحبوسة ومكبوتة والكبت كله في الشتا بصراحة. مش عارفة ايه ده. عايزة اقول لكم عملوا لي 4 اكياس احطهم في الفريزر، حلوة قوي.